السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال في اتم صحة. النهارده ان شاء الله اكلتنا بقى كده بسيطة وسهلة وموفرة، يعني نقول هتعمليها في خطوة واحدة. تعمليها بقى في صينية زي كده على البوتاجاز، في طاسة، في حلة، مفيش مشاكل يعني. وان شاء الله هتعجبكم، ويعني هتشوفوها بقى بعد ما نخلصها تبقى عاملة ازاي، وبدون فرن ولا اي حاجة. يعني احنا عارفين طبعا الايام دي الحاجة غالية، فانا بحاول والله في مطبخي اقدم الحاجة السهلة والبسيطة، وكمان اللي نقدر يعني ان احنا نوفر بيها حاجة على قد ما نقدر. النهاردة يعني هعمل معاكم كده اجنحة. الاجنحة دي بقى انا جبتها وغسلتها كويس، وما بنقعهاش في مية وملح، انا برش عليها الملح وبعصر عليها ليمونة، او ليمونه ونص زي ما انت عايزه تبع كميه الاجنحه اللي عندك. وبلفها كده في الملح، وبسيب القشر بتاع الليمون معاها، وسبتها لمده ساعتين، ورجعت غسلتها تاني. وبعد كده معايا طبعا الصينيه بقى او الحله اللي انت هتعملي فيها. ما بحبش كمان اكتر الماده الدهنيه. حطيت معلقتين كده من السمنه وشويه زيت زي ما حضراتكم شايفين اهو، بس عشان ما تلزقش مني في الطاسه بتاعتي او الصينيه اللي على البوتاجاز. أه هبدأ بقى بعد كده انزل فيها الاجنحة، بس ده بعد ايه؟ بعد السمنة ما تسخن معايا قوي، عشان الاجنحة بتاعتي كده عايزة اشوحها، عايزة تاخد صدمة وما تلزقش في الصينية. فنزلت الاجنحة كده، رصيتها كده كلها في الصينية. وكمان هنزل معاها التوابل، اشوحها بقى مع التوابل كده تدي ريح حلوة قوي. معايا التوابل بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل اسمر، شوية توم باودر، وكمان معايا فصين من الحبهان ده لو موجود. لو مش موجود عندك ورق لوري زي انا ما حطيت كده، وشوية كزبرة على كمون او بهارات فراخ تمشي برضو، تبقى جميلة جدا. وبعد كده بقى ببدأ ان انا بقى يعني هقلبها من هنا لهنا كده، اديها تشويحة بقى حلوة كده لمدة 10 دقايق، يعني مش هيزيد عن كده. اقلبها كده من الناحية دي للناحية دي. الحقيقة يعني ان شاء الله كده لما تجربوها هتعجبكم قوي. هنا هوت كده بعد ما بشوحها بقى، بصوا بقى بقلب كل حاجة. هو ايه يعني؟ المفروض ان انا اكون معايا حاجة واسعة بقى عشان اقلبها كده كويس مع التوابل، كان ريحتها حلوة قوي. بعد كده هنا معايا بقى بصلتين مقطعهم جوانح، عايزة تقطعهم حلقات. المهم ان يكون القطع بتاعتهم كده كبيرة، عشان انا مش عايزه البصل يتهري، يعني مش هكرمله. انا قبل كده عملت معاكم فراخ بالبصل المكرمل، وعملتها على البوتاجاز برضو كانت حلوه قوي. انما انا هنا عايزه البصل يعني يبقى، مش عايزاه يبقى مهري قوي. وهي بتبقى اكله مشبعه، يعني احنا بنحاول نعمل الحاجه اللي توفر وتشبع في نفس الوقت. هنا هو برضو قلبت البصل معاها برضو لمده 5 دقايق كده على ما بدأ يدبل. وبعد كده كنت مجهزه بقى حبتين من الطماطم، مقطعاهم مكعبات كده بالحجم اللي حضراتكم شايفينه. كل ده كده مع بعضه، يعني ما خدش معايا اهو، خطوات كده بسيطة، ما خدتش معايا وقت ولا حاجة. كمان هنا معايا دي هريسة شطة، دي انا عاملاها وحطاها في التلاجة كده، باخد منها لأي حاجة. دي هريسة شطة بتوم، كنت عملتها معاكم على القناة قبل كده. بتدي الحاجة طعم حلو قوي. لو انت مش عايزة يعني طعمها حار، عادي ممكن تعمليها من غير شطة وتعمليها بالعادي يعني. ببدأ بقى يعني حطيت لها كده كوباية مية عشان برضو ما تلزقش وهتنشف وتكون ما استوتش. كوباية المية دي هتساعد معايا في تسوية البصل والأجنحة والطماطم. طريقة سهلة جدا زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهاش أي حاجة. يعني في اليوم ده أنا في الشقة كان ورايا شوية شغل يعني كتير كده، والأكل اتأخرت في عمايل الأكل، فدي يعني ما خدتش معايا وقت.
على طول كده عملتها، وحبيت ان انا برضو يعني اقدمها لكم. يبقى حاجة يعني الواحد يتصرف فيها لما يبقى ما فيش اكل ولا حاجة. كل طبعا ما بتنشف وهي لسه ما استوتش بزودها شوية بشوية، شوية مية بشوية مية. وواحد تاني اهو زي ما انتم شايفين كده. بغطيها بقى واسيبها شوية. بعد كده بقى كل شوية طبعا ببص عليها لغاية يعني بقلبها برضو كده لغاية ما بتأكد ان هي استوت. يعني لو استوت خلاص انا مش هزود مية. كده هي استوت معايا، اديتها وش قلبتها لغاية ما خدت شكل بالطريقة دي كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. التسوية بتاعتها حلوة قوي، وشوفوا شكلها جميل ازاي من غير فرن ولا حاجة. والصوص فيها ده برضو احنا غمزنا بيه. الحقيقة في اليوم ده انا ما عملتش رز ولا اي حاجة زي ما قلت لكم، كنت مستعجلة وما فيش وقت. غمزنا كده بعيش طري. لو عايزة تعملي جنبها بقى رز بشعرية او مكرونة محمرة بشوربة او مكرونة بالصلصة، يعني اكلة هتقضي اليوم وموفرة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لايك حلو واشتراك في القناة. تنوروني والقاكم بخير ان شاء الله.